جبت لكم عيش باللحم ومقال رمضان من حلواني الطيب الغني عن التعريف، والبقلاوه وايسكريم الطيبين، والبسبوسه بالقشطه والبسبوسه اليماني، وشغل يسعد ويبيض الوجه. اكل سمبوستهم الرهيبه بالمفرومه، خفه العجينه ومو شاربه زيت كتير، وكميه المفرومه طعم السمبوسه. والسجاير نوعين، في عندكم بالجبنه وفي كمان بالمفرومه. بس الجبنه دمار، غلبت على المفرومه مره طعمه وعجبتني مره طعم، لازم هذه تجربوها. غير كب المقليه بحشوتين دجاج ومفرومه وحلاوتها مقرمش ولا هي شاربه زيت. واللحوح المديني وانواع البقلاوه اللي لسه دوبها طازه وطالعه اشكالها تفتح النفس. ونتيجه طلبياتكم انيقه زي هذه. والقطايف عندهم حكايه تانية، جربت اللوز رهيبه وجربت كمان القشطه. بس القشطة أكتر شيء هي اللي عجبتني وما تبغوا توقفوا منها. وجنون الست هذه اسمها، لا تفوتكم تستاهلكم. وترجع بالسنين ورا عند سكريم الطيبين بالقسطير بالحوامض والألوان، ويكون بارد كده ويسرسح. حلواني طيبة صورته في ممشى الهجرة، ولهم فرع جديد في باقيدو. لا